امي جايه تتغدى معانا النهارده يا فاتن. اعملي بقى حاجه حلوه كده ايه وطلعي كل اللي عندك. مين اللي جايه؟ امي. طيب بص، احنا عندنا بقيه الفطار بتاع الصبح في التلاجة. احنا ممكن يعني يقضي الغرض، ومامتك يعني مش بتقول حاجه، في بصل اهو وعيش وفول وعدس. من رايي كده كفايه قوي. ايه؟ فول وعدس وبصل؟ المشكله يعني يا احمد؟ طب فين الفراخ واللحمه اللي انا بجيبهم؟ والله الحاجات اللي عندنا في التلاجة تكفينا انا وانت بس اخر الشهر. اه، اخر الشهر. طيب ماشي، اعملي بقى اللي انت عايزاه على ما اروح اجيب امي واجي. ماشي. ماشي. الفراخ ولحمه ايه؟ هو كفايه قوي كده. اتفضلي يا حماتي. صباح الخير. نورت. ازيك يا ابني؟ اتفضلي. عامل ايه؟ الحمد لله. نفطر مع بعض. جايبه اكلك كمان معاكي. اتفضلي يا حاج. ماشي. اتفضلي يا حماتي. نورت بيت بنتك والله. احنا نورك يا ابني. الله يخليك يا فاتن. تعالى ماما جت اهي. جايه يا احمد اهو. تعالي. ماما، هو ايه اللي جابها هنا؟ تعالى يا فاتن. تعالى ما ترجعيش. تعالي. انت عامله ايه يا حماتي؟ الحمد لله يا حبيبي. مش قال ان مامته هي اللي جايه؟ تعالي. هناكل شويه اكل بقى يا حاجه النهارده، بسم الله ما شاء ربنا الله. يجزيكم يا ابني يا رب. ربنا يخليكي. اتفضلي يا حماتي. اقعدي. ازيك يا بنتي؟ ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. عايز اتفضلي يا ما حماتي. قلتليش ليه انت جايه؟ يا بنتي هناخد اذن لما اجي بنتي. لا طبعا يا ماما، ما اقصدش. الفول يا حماتي، كل الفول وكل عدس اهوت ربنا وكل يجزيك. بصل. الفول كلها ده على نعمة ربنا يا ابني. طبعا احنا الحمد لله. الفول ده بقاله 3 ايام هنا يا حاجه والعدس ده شكله حمضان بس كويس يتاكل يعني. وحتى البصل يعني الحمد لله نعمه فضل ونعمه مع ربنا. اتفضلي يا حماتي اتفضلي. بص بقى يا حماتي، التلاجة عندنا جوه مليانه من خيرات ربنا. ربنا يجزيكم يا ابني. الحمد لله. لحمه تلاقي وفراخ تلاقي. ربنا الحمد لله مش خينا عايزين حاجه. النهارده وانت جايه بتخبطي كنت داخل اقول لها انا امي جايه هتاكل معانا، فقامت مطلعه لي الفول والعدس اللي بايت والبصل والعيش ده، وتقول لي الحمد لله امك بتحب كده. ينفع يا حماتي؟ لا طبعا يا ابني، ما يصحش يا فاتن. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يعني يا حماتي لما انت بتيجي شوف الصينيه بتبقى موجوده عليها ايه. انا هي بنتي وحماتك ايه؟ انا زيها. انت غلطانه يا فاتن. يا حماتي بعد اذنك بس رد عليا لما انت بتيجي. ايوه بقى فيها خيرات ربنا بصراحه. طب بعد اذن حضرتك سؤال واحد، هي امي اقل من امك في ايه؟ ده انت يا شيخه لما بتروحي عند امي بتجيب لك كل حاجه على ايدك انت. كل حاجه بتجيبها لك، ولو مش عندها في البيت عايزه تروح تطلع عشان تجيب لك اللي انت بتحبيه. صراحه الست ما بتعزش عنك حاجه يا فاتن، تبقى عايزه تجيب لك حته كده من السما يا بنتي. انت غلطانه يا بنتي. يا ماما انا ما كنتش اعرف ان انت جايه، وبعدين انا بس بقول ان الاكل اللي عندنا في التلاجة يكفينا لاخر الشهر، ما كانش قصدي حاجه يعني. انت غلطانه يا فاتن. حماتك جايه يا حبيبتي تحط لها كل اللي عندك. ست كويسه معاكي وما بتاثرش معاكي في حاجه يا ستي، حتى لو وحشه. عشان خاطر جوزي وبحب جوزي اجيب الدنيا كلها واحطها تحت رجليا يا بنتي. انت غلطانه في الموضوع ده يا فاتن بصراحه. غلطتي واصرفها منين؟ غلطتي ده بقى. اسمعي يا حماتي، اسمعي انت كمان. انا امي اول واحده في حياتي كلها. انا لو الاكل وبجيب لك كل يوم لحمه وفراخ ربنا كرمني علشان دعوه امي ليا، لان الام ما بتتعوضش، وانا عندي امي دنيتي دي كلها. عندك حق ايه. ماشي يا حماتي، بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا هعمل باصلي بس بعد اذن حضرتك يعني يبقى خدي بنتك وانت ماشي. خلاص يا احمد. ايه اللي انت بتقوله ده يا احمد؟ زي ما بقول لك يا حماتي، معلش يا ابني حقك عليا، مش هكررها تاني. انا هعمل باصل كويس قوي، ولو هعمل كده فاعمل عشان خاطرك انت. يا احمد اقعد بس نتكلم. مفيش كلام ما بيننا يا هانم. يا خلاص احمد. يا احمد يا ابني تعالى. انت غلطانه يا فاتن، ازاي تعملي كده؟ انا مش قادره احط وشي يعني في وش الراجل
فاتن انا زيها يا بنتي، حماتك زي امك يا بنتي، مش هقولك الكلام ده تاني. يلا يا بنتي يلا تعالي معايا عقبال ما يهدى. هنعمل ايه طيب؟ مش عايزه امشي يا ماما. معلش يا بنتي معلش، عقبال بس ما يهدى شويه. يلا يا بنتي. ممكن اعرف ايه اللي انت عملتيه ده يا ست فاتن؟ خلاص بقى يا عمرو، مش انت كمان هتيجي تسمع لي؟ مفيش حاجه هنا اسمها خلاص، انت ما تربيتيش في البيت ده على كده. امه زي امك بالظبط. عيب اللي انت عملتيه مع الست ده. انا عارفه ان هو عيب، انا ما قلتش ان هو مش عيب، بس انا ما اعرفش انا كنت ساعتها بفكر في ايه. طيب دلوقتي احنا نعمل ايه بقى؟ ما تقوليش انا عارفه ولو ومش لو، دلوقتي نعمل ايه؟ ما انا مش عارفه اعمل ايه. انا دلوقتي الناس يقولوا علينا ايه؟ طالعه من بيت جعان ما بياكلوهاش تفصى. عيب اللي انت عملتيه. قولي عايزه تقولي ايه؟ قولي، ما انت بتتكلمي وحلو اهو. قولي. عماله اقول لك عارفه ان انا غلطت وعارفه ان هو عيب، بس انا حتى قلت له اقعد واسمعني، هو ما رضيش حتى يقعد يسمعني. ومش هيرضى يقعد يسمعك، وعنده حق، وانا لو مكانه مش هخليك على ذمتي لغايه النهارده. اسمعي بقى الكلام ده كويس، هتجيلي تاني تقولي لي احمد بيعمل فيا ولا مش فيا، مش هقفلك ومش هغلطه. تروحي وتروحي لجوزك وتعتذري له وتقولي له حقك عليا ويقبل اعتذارك. غير كده انا اللي مش ما هو هسمع. مش عايز يسمعني يا عمرو. مره واثنين وثلاثه وعشرة. ما تبقيش غلطانه ومقاوحه. خلاص الكلام ده ولا مش خلاص؟ خلاص. اما اشوف. البونبونايه بقى. بس بقى عملت لك ايه القهوه اللي انت بتحبها؟ قهوه. خلاص يا احمد بقى، انت لسه زعلان؟ شكرا. طيب خلاص انا جايه براضيك. اللي انت شايفاه وعملت ده ينفع؟ وخلاص قلت لك عارفه ان انا غلطت واللي حصل ده مش هيتكرر تاني والله خلاص. ما هو لو مش غلط هنخليه غلط. عارفه ليه؟ انت عارفه وشايفه انا بعمل مع امك ايه. المفروض تخلي عندك دم وتشوفي وتقدري وتقولي لنفسك حتى ده بيعمل مع امي كذا، انا المفروض اعمل مع امه يا ست مش اكتر منه، اعمل يعني زيه. انا عارفه يا احمد، وانا صلحت غلطتي، حتى انا رحت لمامتك النهارده ورضيتها ويعني وحاولت ارضيها على قد ما اقدر، وجايه ارضيك انت كمان اهو. ماشي يا فاتي. يعني خلاص مش زعلان؟ ماشي يا فاتي، انا هسامحك بس عشان حاجه واحده بس، انك انت رحت لامي وصلحتيها وهي كلمتني وقالت لي كل حاجه. وانت يا بنتي لما مادام عرفت غلطك خلاص، بس اتمنى انها متكررش تاني. خلاص يا احمد مش هيكرر تاني. ماشي يا فاتي. يلا اشرب الشاي بقى. شاشات.